طبعا اليوم في حلب الشهباء عقدنا ملتقى على مدار يومين، وهو ملتقى الحوار النسوي الوطني طبعا من أجل سوريا تحت شعار وحدة النساء السوريات ضمان الحل في سوريا وتحقيق السلام. انضم إلى هذا الملتقى جميع النساء من كافة المحافظات السورية وخاصة من دمشق وحمص واللاذقية ومن إدلب المحتلة، أيضا من دير الزور وبعض المحافظات الأخرى، ومن شمال شرق سوريا الذي هي أيضا من الجغرافيا السورية. فهذا الملتقى تضمن 3 محاور. هذه المحاور تدور حول رؤية المرأة من خلال الأزمة السورية وكيفية حلها وكيفية لعب دورها في قيادة حل الأزمة السورية ووصولها إلى طريق السلام، لأن المرأة هي رائدة في إيجاد الحل الأزمة أو في إيجاد السلام من أجل سوريا موحدة، سوريا ديمقراطية. اليوم المرأة أيضا قادرة أن تصل إلى المحافل الدولية إن لم تستطيع معرفة نفسها، لذلك على جميع النساء السوريات أن تتمكن من إيجاد نفسها ومعرفة طريقها ونفسها من أجل أن تصل إلى المحافل الدولية وإلى مكان صنع القرار من أجل سوريا حرة، سوريا ديمقراطية. وعليها أيضا أن تشارك في صياغة الدستور الجديد لسوريا الجديدة، لسوريا الديمقراطية، سوريا تعددية، سوريا لا مركزية. أيضا أخيرا استطيع القول بأن المرأة تستطيع أن تعمل من أجل بناء سوريا حرة، سوريا ديمقراطية، سوريا لا مركزية، سوريا تعددية. ومن هنا أطالب من جميع النساء السوريات أن تلتف حول نفسها وأن تجد نفسها لتتمكن من الوصول إلى حريتها من خلال الوعي ومن خلال تمكين نفسها ومن خلال أيضا أن تشارك في بناء سوريا الديمقراطية. أن الإدارة الذاتية هي المشروع الأمثل لتجربة ديمقراطية والحل الأمثل للأزمة السورية. الإدارة الذاتية خلقت حالة فريدة على الساحة السورية عجزت كل دول العالم عن حلها. مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع المرأة. بفضل أفكار القائد عبد الله أوجلان وصلت المرأة إلى مراتب سياسية، اقتصادية، عسكرية، اجتماعية. القائد عبد الله أوجلان أثبت من خلال مرافعاته أنه هو الصديق الحقيقي والأمثل للمرأة. نحن تجمعنا مع الإدارة الذاتية مصالح مشتركة لتحقيق شبه استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي. نحن بمركب واحد نحو تحقيق مبدأ أخوة الشعوب وتنوع الثقافات والمكونات، نحو سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. نحن بتمثيل تطبيق هذه التجربة على الأراضي السورية، ليس فقط على الأراضي السورية بل الشرق الأوسط والعالم. طبعا وحدة النساء السوريات هي تكون قوة لحل الأزمة السورية، وخاصة أنه القائد يرى بالمرأة هي التي ستقود المرحلة القادمة.